تعال اقول لك على طريقه تكسب بيها فلوس كتير جدا من موبايلك وانت قاعد مكانك ومن غير اي مجهود. لو صدقت الجمله دي فانت الضحيه المثاليه لمنصات الباينري اوبشنز. المنصات اللي بقينا بنشوف اعلاناتها في كل حته زي اكسبرت اوبشن وباكت اوبشن مش بتعلمك تجاره او استثمار، بتعلمك تلعب قمار وتخسر فلوسك بشياكه. وعشان ما يضحكش عليك لازم تبقى فاهم كويس قوي الفرق بين القمار والاستثمار. في التداول الحقيقي في البورصه او في الفوركس انت بتشتري اصل، يعني مثلا لو اشتريت سهم الوطنيه ب 100 جنيه فانت بتمتلك السهم وبقيت مساهم في الشركة. تقدر تاخد قرارك بعد كده انك تبيع او تحتفظ بالسهم سواء طلع او نزل، انت في الاخر مالك لقرارك. انما في منصات الباينري اوبشنز انت مش بتمتلك سهم ولا اي حاجه، انت بتشتري عقد مراهنه زمنيه، انت بتراهن ان السعر هيعلى مثلا بعد دقيقه. لو فضل ال 59 ثانيه عالي ونزل في اخر ثانيه قرش واحد بس تحت سعرك فكل فلوسك طارت بالكامل. مفيش بقى استنى لما يرفع، ومفيش حاجه اسمها انا مساهم والعقد انتهى وفلوسك راحت للمنصه. انت هنا مش بتتداول، انت بتلعب ضد عقارب الساعه. وخليك عارف ان في المنصات دي لو كسبت بياخدوا منك عموله، ولو خسرت فلوسك كلها راحت بالكامل. وده طبعا عمره ما كان استثمار من اي نوع. الاخطر بقى هو سوق الاو تي سي اللي المنصات بتفتحه في الاجازات. ده مش سوق حقيقي ولا بورصه عالميه، دي خوارزميه داخليه جوه المنصه. يعني المنصه هي اللي بترسم الشموع وهي اللي شايفه انت داخل بكام وفين. تفتكر بقى المنصه هتسمح للسيستم بتاعها انه يخسرها؟ انت بتلعب جيم بوكر ضد صاحب الكازينو والورق كله في ايده. لو سالت نفسك ليه المنصات دي مش مترخصه في امريكا او بريطانيا بجهات رقابيه قويه زي الاف سي اي، لانها ممنوعه هناك كنوع من التداول. هم مرخصين في جزر مجهوله عشان محدش يقدر يقاضيهم لو حسابك اتمسح او السحب اترفض. وشرعيا دار الافتاء المصريه وجهات كتير حرمتها لانها بتفتقد لشروط البيع والشراء وهي مراهنه صريحه على حركه السعر. وكل اللي بيروجوا للمنصات دي وبيظهروا لك راكبين عربيات فيراري او قاعدين في قصور، الحاجات دي كلها متأجرة عشان يبيعوا لك الوهم ويقبضوا هم تمن الحقيقة. قُل لي بقى بعد كل ده، لسه مقتنع إن ده تداول والّا بدأت تشوف الكازينو اللي ورا الشاشة؟